عايزين نعرف ايه اللي حصل النهارده في التحقيق. يعني طبعا انا جيت التحقيق في اتحاد الكوره احتراما لمجلس اداره اتحاد الكوره، للجميع يعلم ان انا بكن ليه كل الاحترام. صحيح بيبقى في بعض الانفعالات وبعض الخلافات اللي لا تخرج ابدا من نطاق العمل، ولكن التزامي بالحضور للتحقيق جه من دافع احترامي للجميع داخل مجلس اداره اتحاد الكره. ده نمره واحد. نمره اتنين، الحقيقه انا جيت رغم ان مفيش اي حاجه تدني في الاتهامات اللي موجهه ليا، لكن جيت عشان فوجئت ان الحاج عامر حسين يقدر يصدق او مصدق ان ميدو ممكن في يوم من الايام خلافه معاه يوصله ان هو يسيء ليه ويسيء لشخصه. ورغم ان العبارات اللي اتكتبت اللي احنا قلنا ان حسابنا كان او حسابي كان مخترق، لا تسيء الى اي شخص بعينه، الا ان انا جيت هنا واكد ان دايما الخلافات اللي بيننا لا يمكن ابدا توصلنا الى اي اساءه، خاصه ان لما تكون اساءه تمس الشرف او تمس اي شخص في بيته. بنأكد مره تانية للحاج عامر حسين ان احنا بنحترمه وبنقدره، وعارفين المجهود الكبير اللي هو بيقوم بيه لتنظيم المسابقه في مصر رغم اختلافنا معاه، وبنختلف كتير معاه وممكن نختلف مع بعض في الشغل، ولكن ده لا يتطور ابدا للاساءه لاي شخص. الجميع يعلم ميدو، والجميع يعلم ان ميدو دخل في حروب قبل كده من قبل ومعارك من قبل، وطريقته في اداره المعارك طريقتنا هي المواجهه. دايما بنواجه. ميدو لما دخل في خناقه مع ممدوح عباس واجهه، راح له مكتبه. ميدو لما دخل في خناقه مع حسن شحاته واجهه. ميدو لما دخل في خناقه مع طردلي واجهه. ميدو لما دخل في خناقه مع عصام عبد المنعم واجهه. ميدو لما دخل في خناقه مع مرتضى منصور واجهه. ميدو لما دخل في خناقه مع مين ولا مين ولا مين واجهه. ميدو عمره ما كانت طريقته ولا فلسفته هي الاساءه وعدم المواجهه. فايه الجديد؟ ده نمره واحد. نمره اتنين، ميدو تمت عليه عقوبات قبل كده من لجنه المسابقات، ليه ما كانش رد فعلي كده؟ ليه؟ يعني ميدو توقف قبل كده من قبل لجنه المسابقات، ليه ميدو ما كانش رد فعله ان هو بيسيء لرئيس لجنه المسابقات او اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره؟ باؤكد ان كل المشاهير بيعانوا من سرقه حساباتهم واختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وانا لست الاول. وانا ذكرت قبل كده واكدت كتير ان للاسف حسابي الشخصي تم اختراقه في الوقت اللي تمت فيه الاساءه لبعض الاشخاص المجهولين. احنا مش عارفين مين تمت الاساءه لمين، ولكن رغم كده، رغم ان مفيش اساءه لشخص بعينه، احنا جينا هنا بنؤكد اختراق الحساب، وان احنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نرجع الحساب مره تانية عن طريق فريق العمل اللي بيدير مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي كاي شخص بيدير حسابات التواصل الاجتماعي بتاعته باحترافيه، وعنده عدد كبير جدا من المتابعين. واؤكد ان ميدو له اسلوب واضح في المعارك واداره المعارك، لان احنا تعرضنا لمعارك بحكم طبيعه العمل، خلافات كتيره جدا، والاسلوب واضح دايما من ميدو وهو المواجهه وعدم المساس عدم المساس بالاشخاص. يعني دايما لما بننتقد حد بننتقده في عمله. زي ما انا طلعت قلت ان انا غير سعيد بطريقه اداره المسابقه، غير سعيد ان المسابقه طولت، غير سعيد ان لعيبتنا ما بتريحش، حاجات كتيره جدا. اكدنا لما حسينا ان الحاج عامر حسين الاساءات اللي وجهت ليه دي عن طريق حسابي هو خدها على المستوى الشخصي وخدها على نفسه وعلى اسرته، احنا بادرنا قبل حتى ما نتحول التحقيق بان احنا نؤكد احترامنا للحاج عامر حسين، وان احنا لا يمكن ابدا مهما كانت الخلافات ان احنا نسيء ليه باي شكل من الاشكال. ودي بالنسبه لنا نقطه مهمه. النقطه الاهم لازم اوضح للجميع ان مش من اخلاق ميدو، وميدو عمره ابدا ما كانت مدرسته هو الاساءه للاشخاص حتى في عز المعارك معهم. ميدو لما دخل في خناقته مع ممدوح عباس، وممدوح عباس كان رئيس نادي الزمالك ورجل له كل الاحترام منا، ما تمش اي اساءه لممدوح عباس،
ميدو لما دخل ولغايه النهارده ممدوح عباس يعلم تماما ان عمري ما اسأت ليه. ميدو لما دخل في معركته مع حسن شحاته والجهاز الفني لمنتخب مصر ما كانش في اي اساءه لحسن شحاته. ميدو لما دخل في معركته مع مرتضى منصور ما كانش في اي اساءه لمرتضى منصور، لان ميدو راجل متربي. ميدو دايما يعلم ان ميدو يعلم ان الكلام في الاعراض والكلام والاساءه للاشخاص غير موجود في قاموسنا، ودي نقطة مهمة جدا. الحاجات القانونية أكتر طبعا الأستاذ محمد شرقاوي المحامي الخاص بيه، وهو الرجل يعني المسؤول عن الجزء القانوني من التحقيقات، يقدر يوضحها لسيادتكم بشكل أكبر.